لكن بجد بقدمك من قلبي، بقدمك بكل حب، لان النهارده لما يبقى النادي الاهلي في ظل الظروف دي كلها وبيحقق بطوله بالشكل دي، يعني بالشكل ده، ومعايا الكابتن وائل جمعه نجم الفريق والكابتن اللي فعلا عند الناس كلها، مش انا اللي بقول كده، لما الالتراس امبارح يحط لك يافطه يقول الرجوله وائل جمعه، يبقى دي ليها معنى كبير قوي. يعني يمكن الحمد لله طبعا معناها كبير عندي جدا، وتقدير الناس دي ليا وتقدير اللي انا الحمد لله بشوفه في الشارع عند الناس، يعني بيخليني بحمد ربنا جدا 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 ان مجهودي الحمد لله ما بيضيعش هباء. الحمد لله يعني الناس زي ما بقول لك بتقدر، وده اهم حاجه الواحد بيطلع منها بعد الكوره. يعني الناس تقول عليك الرجوله معناها كذا. رجوله معناها وائل جمعه. وائل جمعه السنه اللي فاتت كان في ظروف صعبه جدا، النادي الاهلي اسعد كل الجماهير والملايين المصريه وحقق بطوله افريقيا. الاعجاز بيتكرر بانجاز تاني وبطوله متتاليه ما اتحققتش في التاريخ. طبعا لو هنتكلم على البطوله الافريقيه، يعني البطوله دي بصراحه احنا شفنا فيها كل ما يخطر على بال البشر وما لا يخطر على بال البشر. يعني صعوبات من كل الاتجاهات، من كل النواحي. من البطوله اللي فاتت يعني كان في الدوري مستمر شويه، بطوله 2012 بتاعه الترجي. الدوري كان مستمر، كان في يعني بصيص من الامل شويه ان انت بتلعب يعني. بس طبعا كانت مذبحه بورسعيد كان ليها تاثير سلبي على اللعيبه شويه، وكانت دافع كبير لينا للفوز بالبطوله. البطوله دي زي ما بيقولوا المحافظه على النجاح هو اصعب شيء في النجاح يعني. فان انت تستمر بطل افريقيا ل 2013 فدي حاجه طبعا اعجازيه، بالاضافه بقى لظروف تانية بقى كتير جدا جدا هي اللي خلت البطوله دي، على قد ما انا شايف ان هي مش اقوى بطوله انا حصلت عليها في البطولات اللي فاتت، انما هي اصعب بطوله يعني. قابلنا حاجات صعبه جدا. اولا اغلب البطوله ما كانش 99% من البطوله بتلعب بره ملعبك، بتلعب من غير جمهور، بتلعب من غير دوري، يعني ما انتش عارف هتلعب اصلا في القاهره في مصر ولا خارج مصر. ضغط عصبي رهيب على اللعيبه، بتقابل ده غير الخصوم اللي انت بتلعبهم وانت بطل القاره. لعبنا ماتشين في رمضان، في نهار رمضان، واللعيبه كانت صايمه. كل ده يعني ظروف تخلي البطوله دي ليها طعم مختلف عن البطولات اللي فاتت كلها. وائل جمعه لما بتعد بطولاتك والقابك، نمسك الخشب بسم الله ما شاء الله، لما نقول 24 بطوله مع النادي الاهلي، لما نقول 6 يعني دوري ابطال افريقيا، بتنفرد بهذا الرقم على مستوى العالم. اكتر لاعب كان حقق ارقام قاريه يمكن خينيو، وكمان خنتو، وكمان طبعا في لعيبه بوشكاش يمكن 5 بطولات، لكن انت كابتن 6 بطولات، ده رقم التاريخ العالمي كله بيسجله لوائل جمعه. والله انا تعمل لي انفوجراف كده ليا، فانا لسه بشوف البطولات بقول لك هم 23 ولا 24 كده 24. انت قلت لي النهارده 24، فانا ما كنت انا ما بعدش يعني. زي ما كلمه اتعلمناها من مستر مانويل اول لما جه، وانا شخصيا اكتر الناس اللي اتعاملت معايا يعني قالها لي، وانا فضلت حاططها في حلقه في ودني، ان البطولات دي مكانها المتحف، او بما بنسميها احنا الدولاب بتاعك يعني. فيعني انا دخلت النادي الاهلي وعارف يعني ايه اسم النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي وجمهور الاهلي بيطلب ايه من اللعيبه، ف ما بيطلبش غير المكسب. يعني انا كسبت البطوله امبارح، النهارده او امبارح بالليل افرح، والنهارده ولغايه ما ابدا التمرين على حسب الاجازه ما تنتهي بتاعتي، ابدا افكر في اللي جاي قدامي كاس عالم الانديه اشارك فيه ان شاء الله. الناس بتطلب ان النادي الاهلي يكسب كاس عالم الانديه، فالناس ما بتعترفش غير بالمكسب، وانا الفكره دي الحمد لله وصلت لي بدري. فبقى تفكيري كله في ان انا يعني الناس ما بتعترفش زي ما بقول غير المركز الاول بس. والكلمه دي انا شخصيا واغلب اللعيبه القدام في الفرقه قلناها للعيبه قبل مباراه القطن الكاميروني، وكل مباراه كنا بنأكد عليها ان انت الناس ما بتفتكرش غير صاحب المركز الاول بس. فالحمد لله ان الفكره دي وصلت للعيبه كلهم، وكانت وصلت لنا من بدري، والخبره والشجاعه عندك ان انت توصل المعنى ده للعيبه من بدري. كابتن وائل جمعه في ظل الظروف الصعبه دي
انت كابتن الفريق، عليك اكتر من حمل. كل الظروف اللي انت حكيتها لنا ده كنت بتتصرف فيها ازاي مع لعيبتك؟ بتتصرف فيها لما بتقعد مع الجهاز الفني كنت بتنقل لهم ايه؟ ازاي كنت بتواجه اللعيبه